السلام عليكم طلابنا الحلوين، طلاب الصف الثاني الاعدادي. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله النهارده جايين لكم مراجعه حلوه جدا من الدرس الاول لعند الدرس الخامس اللي هي الوحده الاولى. يعني ان شاء الله هنحل مع بعض كام سؤال كده عليها ونحاول نلم الوحده الاولى مع بعض. واول سؤال وبيقول لك الفتره -2 و5 مفتوحه من عند -2. الفتره مفتوحه من عند -2 مقفولة من عند الخمسة. اتحاد المجموعة من -2 ل3. طيب تعالى كده نمثل الحاجتين دول على خط الأعداد. احنا قلنا عندنا هنا الفترات -2 و5 يبقى -2 و5. الفترة مفتوحة من عند -2 مقفولة من عند الخمسة ونظلل. المجموعة بتتمثل كرقم، كل رقم لوحده. -2 اهو هنقفله من هنا، والتلاتة ما بين -2 والخمسة، يعني نعتبر ان التلاتة هنا. طيب كلمة اتحاد يعني هضيف الحاجتين لبعض، هضيف الفترة للمجموعة. فلما اضيف الفترة دي او اضيف المجموعة دي للفترة، كل اللي هيحصل ان المجموعة هتخليها معايا موجودة -2 جوه، اضيفها جوه تبقى موجودة معايا. فهنقفل الفترة هتبقى من -2، وكده كده الخمسة مش هتتأثر لأن هي موجودة ومقفولة معايا. طب لو كانت مفتوحة برضه مش هتتأثر، لأن المجموعة التلاتة دي مش هتضيف حاجة زيادة لأن كده كده موجودة في الفترة. يبقى من -2 ل5 وهنقفل الفترة من عند -2. طيب بيقول لك الجذر التربيعي لل 64 علاقته إيه بكيو شرطة؟ مين كيو شرطة؟ الأعداد الغير نسبية اللي هي ملهاش جذور. طب هل جذر 64 ملوش جذر؟ لا، لو جينا نجيب جذر على الأقل يطلع ب8، يعني معنى كده إن ال8 ده أو الجذر ال 64 ده ينتمي لكيو، يبقى ما بينتميش لكيو إيه؟ شرطة. طب ليه يا مستر قلت ينتمي أو لا ينتمي؟ ليه ما قلتش جزئية ولا ليست جزئية؟ عشان ده عنصر معهوش قوس مجموعة، ما ننساش. طب تعالى معايا على السؤال اللي بعده. بيقول لك التلاتة علاقتها إيه بالفترة من -3 ل3. طب لو جينا هنا حبينا نقول الأعداد الصحيحة اللي موجوده في الفتره دي، هبتدي اقول ايه؟ هاخد -3؟ لا، لان -3 فتره مفتوحه، يبقى ناخد -2 -1 1 0 1 2، ومش هاخد الثلاثه برضه لان الثلاثه فترتها مفتوحه، يبقى هنا الثلاثه لا تنتمي. طب تعالى معايا في السؤال ده، بيقول لك المجموعه 2 و5، فرق المجموعه 2 و5. الله، هو المجموعة دي فيها حاجة موجودة هنا مش موجودة هنا؟ لا، ما كلهم موجودين جوه بعض، يبقى دي ايه؟ فاي، لأن مفيش فرق. طب تعالى معايا على السؤال ده، قال لك اوجد مجموعة حل المعادلة اكس تكعيب بيساوي 8 في كيو شرطة. طب اكس تكعيب بيساوي 8، كلمة حل المعادلة يعني هات لي قيمة اكس. طب تعالى نجيب قيمة اكس، يعني ناخد الجذر التربيعي للطرفين. او ده جذر تربيعي ولا تكعيبي؟ جذر تكعيبي. اوعى تنسى ليه ما خدتش تربيعي؟ لان هنا اكس اس 3، فياخد المعادله جذر تكعيبي مش تربيعي اهو. يبقى الاكس هتساوي، واحنا اتفقنا مع بعض ان الجذر التكعيبي محترم وابن ناس، ولا بياخد موجب ولا بياخد سالب، بياخد الحاجه اللي موجوده باشارتها. يعني هنا ال8 موجب، في الناتج اللي هيطلع موجب. يبقى الجذر التكعيبي لل8 ال8 لها جذر تكعيبي؟ ايوه يا مستر 2. يبقى مجموعه الحل 2 صح؟ لا خلي بالك، هو الراجل قايل لك في كيو ايه؟ كيو شرطه. طب هو الاثنين ده في كيو شرطه ولا في كيو؟ ده في كيو يا مستر، يعني مش موجود في كيو شرطه، يبقى الحل بتاعي فاي بالنسبه لكيو شرطه، مش موجود. طب تعالى معايا في السؤال الحلو ده، قال لك اذا كان جذر 29 اكبر من اكس واصغر من اكس زائد 1 واكس تنتمي لزد، يعني اكس عدد صحيح، فان اكس تساوي ايه؟ قلنا لما بيجي لنا السؤال اللي زي ده بنيجي نشغل الاله بتاعتنا الجميله ونقول لها هات لنا جذر 29. نجيبها بس معانا كده عشان تبقى موجوده على طول. جذر 29 هتقول لك زي ما هو، قال لها شكرا يا اختي انت ضفت لي ايه يعني؟ دوس على زرار الاس دي. هيديك 5 وشويه، انا مش عاوز الشويه، انا عاوز ال5. يبقى الاكس عباره عن 5 اللي هو الصحيح. طب واكس زائد 1 يبقى ب6، يعني معنى كده ان الجذر 29 ده محصور ما بين ال5 والايه؟ وال6. وبناخد ال5 اللي هي طلعت الصحيح اللي معايا. طب تعالى معايا في السؤال زي كده، قال لك سالب جذر او سالب 5 جذر 2 في 3 جذر 2. طب ما سهل،
ممكن اعملها على الاله. ماشي يا عم مفيش مشكله، بس تعالى نحاول نشغل دماغنا، يعني بلاش اله، تعالى نحلها كده. طب لو حلتها بالاله طالما جاي لك كده عادي مفيش مشكله، تكتب المساله على الاله يطلع الناتج تمام. طب لو حبيت اشغل دماغي هنضرب الصحيح في الصحيح، سالب 5 في 3 بسالب 15 في جذر 2 في جذر 2 جذر في جذر يعطي ما تحت الجذر لنفس الرقم يبقى 2. سالب 15 في 2 يطلع بسالب 30 اهو، يبقى بيساوي سالب 30. ار تساوي ايه؟ ار تساوي دي هو طبعا هيبقى جاي لك في الامتحان مديك اختيارات بس انا سايبها مفتوحه عشان اكتب لك كل الاحتمالات. ار تساوي ليها كذا حاجه، يا اما اجي اقول له الفتره بتاعتها من سالب ما لا نهايه لموجب ما لا نهايه لو هكتبها على هيئه فتره، يا اما هاجي اقول له الشكل ده ار تساوي ار موجب اتحاد المجموعه صفر اتحاد ار سالب. طب يا مستر لو جالي كاكمل اكتب ايه؟ اكتب الاثنين لان هو ساعتها مش محدد، انما لو جاك اختيارات هتلاقي واحده منهم موجوده في الاختيارات. طب تعالى معايا كده في السؤال ده، قال لك سالب 5 جذر 5 ناقص 3 جذر 5، برضه دي ممكن تتعمل على الآلة. طب لو حبيت أشغل دماغي خد منهم جذر 5 وهنيجي نقول له هنا سالب 5 ناقص 3 تبقى سالب 8. طيب السؤال اللي بعده ار سالب تقاطع الفترة من سالب 3 ل 5. طب تعالى نمثل كل واحدة على خط الأعداد ونشوف الحل بتاعها ايه. هنا صفر سالب 1 سالب 2 آسف ده موجب وليس سالب، 0 1 2 3 وهكذا، وهنا السوالب سالب 1 سالب 2 سالب 3 وهكذا. طيب ار سالب فترة ار سالب يعني هطلع من عند الصفر واخلي الصفر مفتوح وامشي في اتجاه السوالب اهو. طب الفترة الثانية من سالب 3 ل 5. طيب مستر معلش مش انت كنت بتقول لي في الفترات اكتب الارقام بس بتاعت على خط الاعداد؟ يا عم مفيش مشكلة، لو مش عارف تكتب خط الاعداد كله او مالكش نفس تكتبه كله اهو، والافضل فعلا ان انا ما اكتبش الارقام كلها. فتعالى نرسمها تاني من اول وجديد مفيش مشكلة. اروح جاي عامل خط الاعداد بتاعي، هنا الار سالب يعني الاعداد السالبة ماشي. طب الفترة دي ارقامها ايه؟ من سالب 3 ل 5. طيب ار سالب تعالى نمثلها الاول، الار سالب هتطلع من عند الصفر اهو، هنكتب الصفر هنا كده، فترته مفتوحة وهيمشي في اتجاه السالب اهو. طيب الفترة الثانية من سالب 3 ل 5 تعالى نمثلها بلون مختلف، من سالب 3 فترة مفتوحة ل5 فترة مفتوحة وأوصلهم ببعض. أنا عاوز التقاطع الجزء المشترك ما بينهم، الجزء المشترك ما بينهم منين لفين؟ بصوا كده الجزء المشترك اللي هو من سالب 3 لإيه؟ ل5، وهناخدها كل واحدة بفترتها عادي من سالب 3 لصفر أهي. يبقى من سالب 3 لصفر ده الجزء المشترك. طب تعالى معايا على السؤال اللي بعده، قال لك ايه زائد جذر 5 يساوي صفر. احنا خدنا بالنسبه للخواص بتاعه الجمع او حتى من غير خواص الجمع اللي كنا واخدينها السنه اللي فاتت، لو حبيت المعادله او احل المعادله دي هنودي الزائد جذر 5 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى ايه تساوي سالب جذر 5. ليه؟ ما هو صفر ناقص جذر 5 يديك سالب جذر 5، يبقى ايه زائد جذر 5 يساوي صفر، يبقى الايه بكام؟ الايه بسالب جذر 5. طيب عاوزين المعكوس الضربي للعدد جذر 3 ناقص 2. مستر انت قلت لي المعكوس الضربي شالب كسر تقريبا صح؟ طب هو فين الكسر يا عم انت بتشتغلني؟ ما هو طالما ملوش مقام اعتبر مقام واحد يا عم. يبقى المعكوس الضربي هو شقلب الكسر حط الواحد فوق وجذر 3 ناقص 2 تحت وخلصت صح؟ لا ما خلصتش استناني. امال انا هعمل ايه؟ لما بيكون في المقام في جذر او رقم ناقص جذر او رقم زائد جذر لازم اظبط شكل المساله. هتعمل ايه؟ هضرب في الجذر اللي عندي مع تغيير اشاره النص، يعني جذر 3 زائد 2 في جذر 3 زائد 2. طب وبعدين واحد في جذر 3 زائد 2
وهنا الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني، جذر 3 في جذر 3 ب3 ناقص 2 في 2 ب4، يبقى هيطلع لك جذر 3 زائد 2 4 او 3 ناقص 4 بسالب 1. السالب لما بيكون اشارته تحت بتغير اشاراته اللي فوق، يعني تشيله من تحت وتحطه فوق بس بتغير اشاراته اللي فوق. يعني ايه؟ يعني بدل ما جذر 3 تبقى سالب جذر 3، بدل ما موجب 2 تبقى سالب 2. وممكن نظبط شكلها اكتر كمان، خلي اللي هو العدد النسبي قدام والعدد الغير نسبي ورا. الشكل ده او ده كده انا كتبت المعكوس الضرب في ابسط صوره. طب لو كتبت دي على الاله على طول تدينك ده اهي، الاله تروح جايه موصلك ده على طول. طيب تعالى السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك 3 دائري او 3 من 10 دائري وعلاقته اي بي كيو. لو جينا كتبنا ال 3 من 10 دائري ده على الاله هل هيدينا كسر؟ طب تعالى نشوف. بكتب الدائري ازاي اصلا؟ علامه وافضل اكرر 3 3 3 طول ما انا ماشي كده لحد ما الاله تزهق مني وتلطم وادوس يساوي، هيطلع لك 1 على 3. ده قيمته 1 على 3 يا مستر، يبقى بينتمي لكيو. طب بيقول لك اذا كانت 2 اس اكس بيساوي 3 فاوجد 2 اس اكس زائد 1 و2 اس 1 ناقص اكس. قلت لك هنا لو الناس تفتكر ان الزائد في الاس بيتفك بالضرب. الزائد في الاس بيتفك بالايه؟ بالضرب. يعني هنيجي هنا هنفك دي نخليها 2 في 2 واوزع الاسس، يبقى هنا اكس وهنا 1. طب ما كده ظهرت خلاص. هو 2 اس اكس بكام؟ 2 اس اكس ب 3 اهي، بدل ما احنا زانقين نفسنا تعالوا كده في الجنب ده 2 اس اكس في 2. 2 اس اكس بكام؟ ب 3 و2 اس 1 ب 2، 2 في 3 ب 6، يبقى قيمه ده كده هتطلع 6. تمام. طيب هنا الاس في الناقص بيتفك بالقسمه، الاس في الناقص بيتفك بالقسمه، يعني هخليها 2 على 2 واوزع الاسس. اللي فوق بياخدوا الرقم اللي على الشمال اللي هو الواحد، واللي تحت بياخدوا الرقم اللي على اليمين اللي هو الاكس. 2 اس 1 ب 2 و2 اس اكس الراجل قايلها لي ب 3، يبقى الناتج بتاعي 2 على 3 اهي. طب تعالى معايا كده على المثال اللي بعده. قال لك اوجد حل المعادلات الاتيه في ار يعني الاعداد الحقيقيه، يعني اي عدد يطلع لي بجذر او عدد نسبي او ايا كان اللي هيطلع هاخده معايا، بس بشرط ان ما يطلعش جذر تربيعي تحته سالب. يعني الجذر التربيعي لسالب 2، الجذر التربيعي لسالب 6، الجذر التربيعي لسالب 16، كل الكلام ده لا ينتمي للاعداد الحقيقيه. طب هنعمل ايه؟ تعالى نحل مع بعض اول معادله. هنودي السالب 20 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى اكس تكعيب تساوي 5 زائد 20، يبقى اكس تكعيب بيساوي 25. اخد الجذر التكعيبي للطرفين، يبقى الاكس بموجب وسالب 5. لا يا عسل، ده جذر تكعيبي مش تربيعي، يبقى الاكس هتفضل زي ما هي بالجذر التكعيبي 25 وما تجيبهاش على الاله عشان اطلع لك اعداد عشريه وانا عايزها في اي جذر زي ما هي. طب هل ده بينتمي لار؟ ده موجود في ار، يبقى مجموعه الحل جذر 25 او الجذر التكعيبي 25. طيب تعالى معايا على المعادله اللي بعدها. بيقول لك 2 اكس تربيع ناقص 3 بيساوي 7 اهي يا عم، يبقى 2 اكس تربيع هنودي ال 3 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره بتساوي 7 زائد 3، يبقى 2 اكس تربيع تساوي 10. اقسم على الاثنين وعلى الاثنين، يبقى الاكس تربيع تساوي 5. خد الجذر التربيعي هنا بقى اللي هاخدها بالموجب والايه؟ والسالب، يبقى اكس تساوي موجب وسالب جذر 5، يبقى مجموعه الحل جذر 5 وسالب جذر 5. طب تعالى معايا كده على السؤال اللي بعده. قال لك اذا كانت اكس بتساوي 3 زائد جذر 7 واي بتساوي 2 على 3 زائد جذر 7، اوجد قيمه اكس زائد واي على اكس واي. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ عشان انا مش فاهم حاجه. بص يا عم، الاكس كده كده قيمه متظبطه مالهاش لازمه، سيبها زي ما هي مش هعمل فيها حاجه. الواي لا، انا عندي في المقام جذر وعايز اخلص منه، هنيجي نظبط شكلها شويه. هنقول له الواي تساوي 2 على 3 زائد جذر 7، وهضرب في المرافق 3 ناقص جذر 7، او مش في المرافق عشان الناس يعني ايه ما تستغربش الكلمه، بضرب
في المقام بس مع تغيير اشاره النص. هنكمل، هقول له 2 افتح قوس 3 ناقص جذر 7. ده قلنا البسط بيتحط جنب بعضه زي ما هو. طب المقام الاول في الاول 3 في 3 ب9 ناقص الثاني في الثاني جذر 7 في جذر 7 ب7. طب كمل معايا كده، يبقى 2 هفتح قوس 3 ناقص جذر 7 9 ناقص 7 2. شيل الاثنين اللي فوق مع الاثنين اللي تحت، يبقى قيمة الواي هتساوي 3 ناقص جذر 7. كده جبنا الواي. طب والاكس عبارة عن 3 زائد جذر 7. تمام. طب تعالى نجيب بقى قيمة كده، اكس زائد واي. هنجيب اكس زائد واي. الاكس ب 3 زائد جذر 7 زائد الواي ب 3 ناقص جذر 7. طب تعالى نجمعها، 3 و3 6. جميل. موجب جذر 7 هيطير مع سالب جذر 7، نقول لهم شكرا، يبقى اكس زائد واي ب 6. طيب تعالى بقى نجيب اكس واي. هو يعني ايه اكس واي؟ يعني قيمة الاكس في قيمة الواي. اكس واي اهو، نجيبها في الجنب ده كده. الاكس ب 3 زائد جذر 7 في الواي اللي هو 3 ناقص جذر 7. طب اضرب الاقواس دي ازاي؟ دول زي بعض بس بإشارة مخالفة في النص، الأول في الأول ناقص التاني في التاني. 3 في 3 ب9 ناقص جذر 7 في جذر 7 ب7. 9 ناقص 7 2. طب ماشي، كل ده أنا لسه ما جبتش المقدار، ما خلاص سهل أهي. المقدار اللي أنت عايزه هيساوي إكس زائد واي اللي هو ب6 على إكس واي اللي هو ب2، الناتج كله يطلع ب3. طب تعالى معايا على الأسئلة الجميلة اللي الطلبة كلها بتحبها. طبعا أنا بكدب، مفيش طالب بيحب سؤال زي ده أصلا. تعالى بقى هنا ناخد سؤال كده مع بعض. أول سؤال اللي هو ألف، بقول لك اختصر لأبسط صورة جذر 27 زائد تلت الجذر التكعيبي ل 27 ناقص 9 جذر تلت ناقص 1. أمال إيه يا مستر؟ أنت داخل تحارب؟ تعالى مع بعض كده نفكها بالراحة. الجذر التربيعي قلنا محترم وابن ناس وبنجيبه على الآلة. جذر 27 هتجيبها على الآلة اهي. جذر 27 يساوي 3 جذر 3. ماشي. 3 جذر 3. تلت الجذر التكعيبي ل 27. الجذر التكعيبي ل 27 يعني طالما ليها جذر فالراجل طلع محترم. يعني جايب لك ان الجذر التكعيبي ل 27 ده عدد ليه جذر تكعيبي اصلا. يبقى هنقول له زائد تلت اهي اللي بره دي في الجذر التكعيبي ل 27. لو جيت جبته على الاله، مش انت بتقول لي يا مستر ما تجيبوش على الاله؟ لا، عشان ده ليه قيمه، مش هيطلع لك اعداد عشريه. يعني بص كده ايه الجمال ده؟ يعني هشيل دي يا مستر واحط مكانها 3. ماشي. ناقص، طب ايه بقى؟ 9 الجذر التكعيبي لتلت. لما يكون عندي تحت الجذر كسر بدخل له الرقم اللي بره. طب ادخلها ازاي؟ لو ده جذر تربيعي هكتب الرقم جوه مرتين. طب لو جذر تكعيبي هكتبه 3 مرات. يعني ايه؟ يعني ادي جذر تلت زي ما هي اهي، نكبرها شويه، وهدخلها ال9 دي مرتين في 9 في 9 اهي. طبعا تحت الجذر. عارف احنا بنزلنا على نفسنا ليه؟ ماشي. في 9 في 9. تمام. ناقص مين اللي فاضل؟ ناقص 1. اوعى تنساه اهي. طب تعالى كده نبسط المسألة. يبقى دي 3 جذر 3 زائد تلت في 3 ب1. جميل. ناقص جذر، ممكن تيجي على الآلة تكتبها كده اهي. الجذر التربيعي ده جميل جدا، يعني ابن ناس الصراحة. هنقول له جذر وادي تلت في 9 في 9 اهي. هيطلع 3 جذر 3. يبقى دي 3 بره هنكتبها وال3 جوه. ناقص مين اللي فاضل؟ 1. طب لو لاحظت كده بص كده، 3 جذر 3 ناقص 3 جذر 3 ده بصفر. و1 ناقص 1 ده برضه بايه؟ بصفر. يا مستر هو احنا عملنا كل ده عشان نوصل للصفر؟ لو ما عملتش كل ده مش هتوصل للصفر. بلاش الكلمة المعتادة دي. طب تعالى معايا على الاختصار الثاني اللي هو بتاع ب، وركز كده معايا.
ربنا يعيننا عليه ونعرف نختصره. بص كده، جذر 6 أس 2 في جذر 3 أس 4 في جذر 3 أس سالب 1 على جذر 6 أس 2 في جذر 3 أس 5 في جذر 3 أس سالب 2. مستر هفك الجذر 6 ما تستعجلش، خليك واد لماح. مش هنا جذر 6 أس 2 وهنا جذر 6 أس 2، يبقى شيلهم مع بعض وريح دماغك، ما تفكهمش اصلا، شيلهم وريح دماغك. تعالى فوق في جذر 3 هاخد منها جذر 3 واحده. وبعدين مش ده ضرب؟ ماشي، اجمع الاسس. 4 زائد سالب 1 هتعمل على الاله 4 زائد سالب 1 تطلع ب3 اهي. طب هنا خد جذر 3 اهي. ما اعرفش الهيروغليف اللي احنا بنكتب بيه ده، ما علينا. جذر 3 واجمع الاسس. 5 زائد سالب 2 تبقى 3 برضه. الله، اللي فوق زي اللي تحت، يبقى على طول ناتج القسمه بتاعتهم ب1. شكرا. تعالى معايا كده في المثال رقم 3 اللي هو ج، وركز كده معايا في المثال ده. هنا الجذر التكعيبي ل 81. طبعا احنا قلنا بنيجي نقسمها، فهقسم ال 81 على الاعداد الاوليه. ليه؟ لان الجذر التكعيبي لما بتيجي تجيبه على الاله بيديك عدد عشري، فمش هينفع، مش هيديك جذور زي ما احنا شغالين. طب بعمل ايه؟ بمسك العدد اللي تحت الجذر التكعيبي بقسمه على الاعداد الاوليه. 81 على 2 هتلاقي مالهاش قيمه، او يعني القيمه بتاعتها كسر، اسف، بس انا مش عايزها، انا عايز يطلع لي عدد ليه جذر تكعيبي. طب ال 81 على 3 ال 81 على 3 هتطلع لك 27. طب ال 27 لها جذر تكعيبي؟ ايوه، يبقى ساعتها هنقسم ال 81 اخليها ادي الجذر التكعيبي ل 3 في 27. جميل. زائد الجذر التكعيبي للتسعه. التسعه دي غريبه يا مستر، انا التسعه دي لو جيت اجربها على الاثنين مالهاش عدد، على الثلاثه هيطلع لها 3 والثلاثه مالهاش جذر تكعيبي. طب اعمل ايه؟ على الخمسه مش هيطلع ناتج. طب هعمل ايه؟ خلاص سيبها زي ما هي. يعني الجذر التكعيبي للتسعه ده سيبه زي ما هو اهو. زائد الجذر التكعيبي للتسعه. تمام؟ ناقص الجذر التكعيبي لما يكون عندك كسر بدخل له الرقم اللي بره. لو جذر تربيعي بكتب الرقم اللي بره ده جوه مرتين. لو جذر تكعيبي هضربه جوه 3 مرات. طيب يعني عندك تلت موجود اهو، في 3 في 3 في 3 ناقص، هنكملها هنا تحت، الجذر التكعيبي ل 24. طب ال 24 المفروض ان احنا حفظنا ان ال 24 بتتقسم 3 في 8 اهي. يبقى الجذر التكعيبي ل 3 في 8. طب تعالى كده نجيب صفحه جديده ونكمل. كانت المساله بتقول لك ايه؟ الجذر التكعيبي ل 3 في 27. مين اللي بيثبت تحت الجذر؟ دايما السؤال المعتاد، العدد الاولي اللي انا اقسم عليه اللي هو 3. وهجيب الجذر التكعيبي اهو، خلي المساله قدام الناس كده. يعني هنا العدد الاولي هو اللي هيثبت تحت الجذر. وهجيب الجذر التكعيبي ل 27 هيطلع ب3، بكتب بره 3. زائد طبعا التسعه قلنا سيبها زي ما هي، الجذر التكعيبي ل 9 ناقص الجذر التكعيبي ليه تلت في 3 في 3 في 3. هنضربها بره الجذر، مش هكتب جذر تكعيبي. تلت في 3 في 3 في 3 هيساوي 9. يبقى الجذر التكعيبي ل 9. ابتدت تظهر اختها اهي، خلي بالك. طيب نرجع للمساله كده. وهنا ناقص الجذر التكعيبي ل 3 في 8. هناخد ال 8 بره، يبقى ناقص، طبعا هناخد لها جذر، يعني الجذر التكعيبي بتاعها 2، الجذر التكعيبي ل 3. طب بص كده، ده زي ده بعكس الاشاره فهيطيروا مع بعض، يبقى خلاص خلصتوا منه. طب 3 ناقص 2 1، والواحد ما بيتكتبش قدام الجذر، يبقى يتفضل لك في الاخر الجذر التكعيبي لايه؟ ل 3. طب تعالى نرجع كده. يبقى احنا كده حلينا مع بعض ا وب وج. نكمل المثال اللي بعده. بقول لك برضو اوجد في ابسط صوره 2 جذر 5 زائد 3 الجذر التكعيبي ل 2 زائد 4 جذر 5 زائد الجذر التكعيبي ل 2. هي مش محتاجه تبسيط، هي محتاجه تجميع بس. يعني ناخد الجذور التربيعيه اجمعها مع بعض اهي. طبعا بناخد الارقام 2 و4 6 يبقى جذر 5 زائد الجذور التكعيبيه 3 زائد 1 4 الجذر التكعيبي ل 2. طيب ويجي واحد بقى فقيق يقول لي يا مستر 6 زائد 4 10 ونلم الليله على كده. لا، ده جذر تربيع وده جذر تكعيبي، وحتى لو الجذور التربيعيه زي بعض والارقام اللي جوه مختلفه ما ينفعش تتجمع. فهي دي ابسط صوره ليها، ما ببسطش اكتر من كده. طيب تعالى معايا على سؤال الفترات عشان افكركم بالفترات. بيقول لك اذا كانت اكس بتساوي سالب 3 و2 واي سالب 1 و5
قوه اكس تقاطع واي اللي هو هناخد المشترك. ايوه، اكس اتحاد واي، خد كل الخط، اكس فرق واي اللي موجود في اكس مش موجود في واي. طب تعالى نرسم خط الاعداد. هنرص الارقام من الصغير للكبير. هنا -3، هنا -1، هنا 2، هنا 5. طيب الفترة الأولى أو اللي هي بتاعت الإكس من -3 ل 2 أهي. -3 مفتوح و2 مفتوح، هنوصلهم مع بعض يبقى دي الإكس. الواي من -5 قصدي من -1 آسف، من -1 مفتوح ل5 مغلق، أوصلهم ببعض تبقى دي الواي. طب تعالى نجيب إجابة كل سؤال. التقاطع الجزئية المشتركة اللي موجود فيها اللونين اللي هو هيبقى من -1 فترة مفتوحة ل2 برضه فترة مفتوحة. طب الاتحاد خد من الشمال لليمين، يعني من -3 ل5. طيب الفرق يعني اللي موجود في اكس مش موجود في واي، عشان يقول لك اكس فرق واي، يبقى نخبي التقاطع والخط بتاع الاكس الاسود بقى لوحده بدايه من مين؟ من -3 لعند -1 اهو، دي الفتره بتاعت الاكس لوحدها. يبقى من -3 باخدها بنفس فترتها، وفي الفرق بغير الفتره المشتركه، يعني -1 مفتوحه هخليها مغلقه، يبقى من -1 مغلق. وبكده يبقى انت رجعت على جزئيه الفترات. تمام؟ طب تعالى معايا على السؤال الجميل ده اللي برضه بيلخبط الناس شويه. واول سؤال اللي هو السؤال أ، ركز كده معايا. 36 أس إن في 5 أس 2 إن على 30 أس 2 إن. قلت لك لما يجي لك سؤال زي كده فكها عشان يظهر لك أرقام مشتركة. ال 36 عبارة عن 4 في 9 و6 في 6. خد ال 6 في 6 عشان هيظهر لك 6 مع ال 30 تحت. يعني وأنت بتفك كده خليك ناصح، شوف الأرقام بالظبط اللي هيظهر. يبقى هنا 6 في 6، ووزع الأسس، هنا أس إن وهنا أس إن أهو، في 5 أس 2 إن. ال 30 برضو قسمها، ال 30 عبارة عن 6 في 5، وهنوزع الأسس بتاعتها 2 إن و2 إن. طب بص كده، 5 أس 2 إن هتطير مع 5 أس 2 إن، مش هتفضل لك منهم حاجة، يبقى 1. طيب ودول هناخد منهم 6 فوق واجمع الأسس، إن وإن يبقوا 2 إن، وهنا على 6 أس 2 إن. طلعوا زي بعض برضو، يبقى الناتج في النهاية 1. طب تعالى معايا كده على المثال ب وركز معايا. جذر 81 أو دي جذر 18 آسف، الجذر التربيعي لل 18 هتعملها على الآلة هتطلع لك 3 جذر 2 ناقص الجذر التكعيبي ل 54. قلنا الجذور التكعيبيه بضطر انا اشتغلها واحده واحده. الجذر التكعيبي ل 54، ال 54 هنقسمها على 2 تديك 27، يبقى معنى كده ان ال 54 هقسمها 2 في 27. طب الجذر التكعيبي لل 27 يطلع بكام؟ يطلع ب 3. يبقى برضه هنعملها 3 الجذر التكعيبي ل 2، خلي بالك، ناقص الجذر التربيعي 216 على ال 12. طب تعالى نجيب قيمه ده كده. وطالما تربيعي بنكتبه على الاله عادي، جذر تربيعي ل 216 على ال 12 هيطلع 3 جذر 2 برضه ناقص 3 جذر 2. وهنا الجذر التكعيبي لل 16، ال 16 هفكها 2 في 8. اشمعنى ما فكتهاش 4 في 4؟ عشان ال 8 ليها جذر تكعيبي اقدر اطلعها بره الجذر. طب الجذر التكعيبي لل 8 2، فالجذر التكعيبي لل 16 ده هيبقى عباره عن 2 الجذر التكعيبي ل 2. وبعدين تعالى نجمع 3 جذر 2 ناقص 3 جذر 2 هيطيروا مع بعض. سالب 3 الجذر التكعيبي ل 2 ناقص 2 الجذر التكعيبي ل 2 هتطلع كل ده في الاخر بسالب 5 الجذر التكعيبي ل 2. طب جميل، تعالى على المثال اللي بعده. بيقول لك
5 جذر 2 الراجل يعني الله يصلح حاله مديها لنا اهو 5 جذر 2 زي ما هي اهي 5 جذر 2 زائد او ممكن نقول له موجب في سالب عشان نخلص يبقى بسالب نص. طيب هو جذر 200 ممكن تعملها على الآلة عندك اهي جذر 200 هيطلع ب 10 جذر 2 يعني سالب نص في 10 جذر 2 ناقص خلي بالك من الحته الجميله قوي دي الجذر التكعيبي الخمسه في الجذر التكعيبي ال 25 بعمل ايه؟ باخد منهم جذر تكعيبي واحد واضرب الرقمين 5 في 25 هتعملها هتطلع ب 125. جميل قوي. طب تعالى كده نكمل الفكه بتاعتنا ادي 5 جذر 2 ناقص نص في 10 ب5 جميل يبقى 5 جذر 2 الله ده الدنيا بتحلو اهي ناقص هنجيب الجذر التكعيبي ال 125 عشان هي ليها اصلا جذر تكعيبي هيطلع ب5 ده ايه الجمال ده؟ طيب 5 جذر 2 هيطير مع ناقص 5 جذر 2 هيتفضل لي في النهايه سالب 5. طيب وبكده يبقى احنا عملنا ريفريش سريع على الدروس من الدرس الاولاني لعند الدرس الخامس يعني الوحده الاولى. ولو عندك استفسار ابعت لنا واحنا معاك وربنا ييسر الحال ان شاء الله يا شباب. ونركز في الفيديو ده عشان اعمل لك عليه امتحان من الوحده الاولى كلها وهجيب لك الاسئله من الايه؟ من الاسئله اللي احنا شرحناها في الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.